خلصت، لعب وخلص. طب هو نام، يبقى نام وايه وخلص. طيب تعال نشوف كده الجمل هنستخدم فيها المضارع البسيط ولا لا. تمام. هو يكون احمد، هو اسمه احمد دلوقتي، في واحد اسمه احمد بكره يبقى اسمه محمد، بعد اسمه حسن، وعلى طول بيبقى اسمه احمد؟ ايوه على طول يبقى اسمه ايه؟ احمد. انت على طول اسمك ايه؟ ياسين. بكره تبقى اسمك محمد، على طول اسمك ياسين. يبقى دي ايه؟ حقيقة. يبقى دي ايه سمسم؟ حقيقة. يبقى استخدم معاها مين؟ المضارع البسيط. استخدم معاها مين؟ المضارع البسيط. طيب انا احب امي، انت النهارده بتحب امك وبكره بتحبش مامتك، يبقى مضارع بسيط ولا مش مضارع بسيط؟ برضه حقيقة ولا مش حقيقة؟ انا احب امي حقيقة ولا مش حقيقة؟ يبقى استخدم برضو مين؟ المضارع البسيط. طيب هما بيلعبوا الكرة كل يوم، كل يوم بيلعبوا كورة، كل يوم بيلعبوا كورة. دي حاجة اسمها عادة بنعملها، يبقى نستخدم برضو مين؟ المضارع البسيط. طيب بص هنا، هي بتأكل الآن، أنا شايفها دلوقتي هي بتاكل، ده ما استخدمش معاه مين؟ المضارع البسيط. حاجة بتحصل دلوقتي وقت الكلام ما استخدمش معاها مين؟ المضارع البسيط. طيب تعال نشوف بيتكون منين المضارع البسيط. بص يا سمسم، عشان اكتب جملة في الانجليش لازم يكون فيها اول حاجة الفاعل بتاعنا اللي بيعمل الفعل، الانسان اللي بيعمل الفعل. يعني ايه؟ انا عايزة اقول انا احب امي، يبقى مين الفاعل؟ مين اللي بيحب امه؟ انا. انت عايز تقول ايه؟ انا احب امي، مين الفاعل؟ مين اللي بيحب امه؟ انا، صح ولا لا؟ طيب احمد ياكل الرز، يبقى مين اللي بياكل؟ احمد. يبقى احمد اسمه الفاعل. احمد اسمه ايه؟ فاعل. اللي بيعمل الفعل، اللي بيعمل الفاعل. طيب نقول تاني، محمد يحب امه، يبقى مين اللي بيحب امه هنا؟ محمد. يبقى محمد هو مين؟ هو الفاعل. هو ايه؟ فاعل. والجملة عندي لازم تبدأ بفاعل. لازم تبدأ بمين؟ فاعل. الفاعل عندي نوعين. عارف الفاعل عندي كام نوع؟ نوعين. لإما يكون اسم زي أحمد، زي علي، زي منى، ده اسمه اسم. تمام. لإما يبقى ضمير. يبقى ايه؟ ضمير. يبقى مين الفاعل؟ كم نوع الفاعل؟ الفاعل هو اللي بيعمل الفعل. الفاعل هو بيعمل الفعل. وكم نوع منه؟ 2. لا إما اسم لا إما ضمير.